حلقة جديدة من انسايد اوت توكس البودكاست اللي اكيد هيبقى مفضل عند ناس كتير جدا، علشان كل حاجة بتفكروا فيها وبتدوروا عليها هتلاقوها هنا، ولكن مع دكاترة مختصين واكيد فاهمين احسن مننا كتير قوي. الحقيقة ان احنا اتكلمنا في توبكس كتير جدا عن البنات وايه البنات مهتمة بيه وايه اللي البنات ممكن بتدور عليه، سواء في البشرة في الشعر في كل الحاجات دي. فكرت وقلت ليه ما نعملش بقى ابيسود نتكلم فيها عن الرجالة شوية، وايه الحاجات اللي هم بيكونوا مهتمين بيها، خصوصا ان احنا الفترة الأخيرة شايفين رجاله كتير قوي بقت بتعمل حاجات وبتروح الكلينكس ومهتميه بنفسها هي كمان. خليني اتكلم اكتر مع دكتوري منورني دلوقتي، دكتور شادي احمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. منورني. ميرسي ليك نور. معلش بقى انا هاخدك شويه نتكلم عن المين. تمام اوكي. احنا شايفين الفتره الاخيره برضو الرجاله بقت مهتميه بنفسها بشكل كبير جدا، ما بقاش زي زمان يقول لك لا انا مش محتاجه اعمل حاجه، مع ان ستيل في رجاله دي حقيقه. بس انا هتكلم عن النوعيه اللي بتيجي الكلينكس اكتر. اوكي تمام. الرجاله الفتره دي بقت بتتردد على الكلينكس، ايه ممكن الحاجات اللي بيعملوها او بيطلبوها؟ طيب خليني اقول لك ان طبعا دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما عن زمان. دلوقتي الميلز عامه بشكل عام بقى يهتموا بالسكين كواليتي، بموضوع الهير، وريسنتلي دلوقتي موضوع الهير دلوقتي او موضوع الشعر بقى كتير قوي، مشاكله كتيره، بالاخص الاندروجينيتك الوبيشيا او الصلع الوراثي. كتير قوي بتبقى شباب صغير، يعني ممكن حتى من اول 18 سنه يبتدوا شكوتهم يجوا الشعر بيبتدي يخف يا دكتور. فهنبتدي ساعتها ناخد هيستوري من العيان ونبتدي نعرف ان في بوزيتيف فاميلي هيستوري او في يعني تاريخ مرضي في العيله. صح. بموضوع الصلع الوراثي. طبعا هنا بنبتدي في حاجات كتير قوي لعلاج الصلع الوراثي، بس في حاجات FDA ابروفد، لا يعني لا غنى عنها، لا غنى عنها. اوكي. يعني حاجات علميه لازم نبدا بيها. لازم نبدا بيها ولا بتجيب من الاخر؟ لا هي واخده FDA ابروفد، يعني واخده FDA ابروفد، يعني دي لازم يمشي عليها. اوكي. بجانب طبعا الحاجات التانية اللي بنبتدي نعملها في العياده، سواء بروسيجرز او يعني سواء بقى حقن مثلا مواد معينه او كده. بالظبط. فمثلا عندنا مثلا في الاندروجينيك الوبيشيا او في الصلع الوراثي لازم المينوكسيديل ده اتس ا ماست، لازم نبدا بيه. اوكي. وفول لايف، عشان بس الناس اللي بتقول لي المينوكسيديل انا مشيت عليه شعري هيقع، لا خالص، دي يعني مش يعني مش فكره صح خالص، مش حقيقي بالظبط. ده المينوكسيديل بالعكس، ده احنا بيحافظ على الشعر اللي لسه ما دخلش في الصلع الوراثي، عشان للاسف الصلع الوراثي ده بيبقى مرض جيني، فاحنا المينوكسيديل بيبتدي يعمل زي هتحارب جيناتك ازاي بالظبط. احنا المينوكسيديل يعني بشكل يعني بسيط قوي كده بيبتدي يعمل زي سور يحمي بصيلات الشعر من ان المناعه تبتدي تاثر عليه. اوكي. فيمنع ان يحصل هير تيننج. بجانب ده طبعا نبتدي نمشي على سبريهات مثلا معينه، سبريز معينه في البيت، مع شويه ممكن بروسيجرز مثلا نعملها في العياده. زي حقن مثلا. ممكن حد يحقن لنفسه في البيت حاجات بسيطه؟ طبعًا. لا خالص. لا طبعا، وانا ضد موضوع الديرما رولر والحاجات دي اللي بتتعمل في البيت، غلط. حاولت اساعدكم بس مش نافعه. لا خالص، ده في ناس بيجي لها ساعات التهابات في بصيله الشعر، حاجه اسمها فوليكولايتس، ومشاكل كتيره جدا، ممكن يحصل تليف كمان منها، عشان الناس بتستسهل للاسف. بالزبط. بتكسل تنزل تروح المشوار، بالزبط. مع ان بينزلوا كل يوم، بس عشان اروح للدكتور دي يكسلوا فيه للاسف، وبيحصل مشاكل منها كتير قوي. الديرما رولر دي بس بالاخص بتبتدي الناس بتستخدمها بطريقه غلط، يبتدي يحصل بقى كده تليف للشعر. يا الله. يعني بدل ما احنا بنعالج، احنا الموضوع بيسوء معانا. طيب احنا دلوقتي شايفين ناس كتير قوي بتعمل زراعه للشعر، واعتقد بقت حاجه عاديه جدا. الناس بقت بتروح انا بكره هروح ازرع شعر خلاص. بالظبط. كانت الاول الموضوع صعب، يقول لك لا انا هسافر بره مخصوص، بس احنا دلوقتي في مصر الموضوع عندنا بقى متقدم وكويس جدا وزي بره بالظبط. بالظبط كده. هل ممكن نعمل ده في العيادات ولا لازم مستشفيات، ولا الموضوع كبير ولا مش كبير، بسيط ولا لا؟ مش حضرتك، هو دلوقتي موضوع زراعه الشعر بقى كويس جدا، والتقنيه عاليه قوي في مصر. يعني الناس عندها دايما اللي هو نسافر تركيا نروح نعمل زراعه الشعر لحد دلوقتي وفي مشكله كبيره. انت لما بترجع لما ترجع مصر تيجي تعمل فولو اب، تروح له ازاي تعمل فولو اب؟ زراعه الشعر دي محتاجه فولو اب سنه. في حقن PRP بعد زراعه الشعر، جلسه كل شهر لمده 6 شهور. ده لازم والله لازم طبعا. لازم نتابع، ما احنا لازم نعمل. يمكن ما قالوش بره كده، ما دي بقى انا مش عارف، دي مشكله، ما قالهمش لازم فولو اب. وياما ناس كتيره جات لنا العيادات هنا بيشتكوا مثلا ان هم زرعوا بره وزراعه فشلت. ليه؟ هو مش عارف يعمل فولو اب بره، مش عارف يسافر. هي دي المشكله. فاحنا دلوقتي طبعا في مراكز كتيره دلوقتي متخصصه دلوقتي في زراعه الشعر، زي مثلا ستارز ليزر كلينيك مثلا مع دكتور ماجد الشيخ. احنا متخصصين عندنا تيم زراعه الشعر،
بس طبعا لازم يبقى ليه كريتيريا معينه، لازم سن العيان، ونبتدي نشوف المنطقه الدونر اريا عنده هل هي في يعني قابليه ان هو صحيح. نقتطف منها مثلا بصيله الشعر تبقى كافيه لزراعه الشعر ولا لا. بيبقى في كريتيريا معينه، اوكي. والنتائج طبعا بتبقى تحفه. لازم اقول لك على دوكسجين برضو، معلش بقى. طبعا لا. عندنا حاجات للشعر خطيره مش محتاجين زراعه. شكرا يا تمام. دكتور جدا والله على الانفورميشن دي، بشكرك ميرسي جدا، ليكي شكرا جداً. جزيلا.